السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هم عايزين يتعشوا. تمام، فانا لقيت عندي بفتح الفريزر، لقيت عندي لفتين جلاش، وبفتح التلاجة من تحت لقيت عندي شوية حاجات كده، 5 قطع لانشون على حبة زيتون على فلفل اخضر، لا طماطمتين. قلت ايه، هعمل لهم صينيتين جلاش بالحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دول. تمام، فاحنا هنعمل حاجة اسمها المكرمشة. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. هنا بقى همسك الجلاش زي ما انتوا شايفين كده. هو طبعا بيتقطع معايا، انا ما اعرفش يا جماعه ليه لما بجيب الجلاش بيتقطع معايا كده. يعني يا ريتكم حد يقول لي. المهم هتعملوه زي المروحه كده. تمام، المروحه اللي احنا كنا بنعملها زمان نهوي بيها الورق دي. تمام، هنعمل كده. دي اول واحده. مش الجلاش كله متقطع والله، صدقوني معايا انا بحاول يعني ان انا امسك الورقه بحنيه خالص. اهيت. اعمل كمان واحده اهي. اهي. كده. كده. طبعا بقى ايه، يعني انا مش عايزه ارجع لكم دماغكم معايا، انا هكمل كل الكلام ده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. نشوف بعد كده هنعمل ايه. اه، هنا يا حبايبي مسكتها بقى، عملتها زي ما انتم شايفين كده في الجناب كده. لما كان لقيت عندي فاضيه جيت واخده ورقه حطاها هنا وورقه حطاها هناك. جيت ماسكه بقى الخليط اللي انا عاملاه سمنه على زيت ده. افتح كده حوالين منها، ايوه زي ما انتم شايفين كده، وايه، وادهن كده، ازرق بالسمنه كده. تمام. وفرقتها بقى في قلب الصينيه كلها. وبعد كده اجيب الخليط اللي انا عاملاه اللي وريت لكم في اول الفيديو. تمام، وهاجي نازله عليه كده زي ما انتم شايفين. اهوت. كده. اهو. بين الفراغات كده وتحطي اهوت. اهو. كده بالطريقه دي. عامله بقى الصينيه كلها. هنا خلاص رصيتها كلها زي ما انتم شفتوا كده. حاجه نازله هنا بمعلقتين من الخليط اللي انا كنت بدهن بيه. على على نص كوبايه لبن. على بضايه. تمام. واحط رشه ملح ورشه فلفل اسود اهمت. هقلبها كده كويس جدا في بعض. اضرب 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 اضرب. وبعد كده ايه، يعني جايبين الفرشه اللي احنا كنا بندهن بيها، بس طبعا لا مش هجيب اللي انا كنت بدهن بيها، هجيب واحده تانية عشان ندهن بيها ما توسخليش الخليط. عشان انا هعمل صينيه تانية. هجيب بقى فرشه نظيفه. وهعمل بقى زي ما انتم شايفين كده، جبت الفرشه اهوت وباخد بيها. تمام، زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. اعملها كلها لغايه ما اخلص الكوبايه اللي في ايدي خالص، واسقي الخليط كله بيها. دلوقتي بقى هنزل، انا عندي حته جبنه موتزاريلا صغيره فهقسمها ما بين الصينيتين. تدي بس شكل كده للصينيه. تمام. همسكها بقى كده زي ما انتم شايفين كده، بقى اقطع حته الجبنه كده عليها واوزعها. تمام. وبعد ما اخلصها خالص هاجي واخداها مدخلاها الفرن، ونشوف بقى التانية نعملها ازاي. انا هنا لميت الخليط اللي اتبقى مني من الصينيه الاولانيه، اللانشون على الزيتون على الطماطم والفلفل، لميته كله على بعض، حطيت عليه معلقتين جبنه فيتا. معلقتين سمنه على زيت من اللي انا بدهن بيهم، وقلبت كل الكلام ده مع بعض اهو. عشان هعمل منه سندوتشات دلوقتي. في الصينيه التانيه هعملها سندوتشات، مش هعملها مكشكشه زي دي. انا هعمل صينيه كده وصينيه كده. وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. هجيب هنا بقى ورقتين جلاش زي ما انتم شايفين، هحط اول واحده وهدهنها بردك كده فرشتين. فرشه رايح جاي كده، والتانية فوق منها نفس الكلام ادهنها بردك دهنه خفيفه كده. تمام. وبعد كده هاجي جايبه الخليط اللي هو كان متبقي مننا، هاجي قافلاه زي الساندوتش، اخدها يمين وبعد كده شمال كده، ايوه هو زي ما انتم شايفين. وبعد كده ادهنها دهنه بردك خفيفه تاني من الاطراف كده. بعد كده هطبقها زي ما انتوا شايفين كده. انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا بوريكم الطريقه وخلاص. واجي ماسكاهم جايباهم كلهم جنب بعض زي ما انتوا شايفين. انا كنت عامله دلوقتي في الاول اهوت. تمام، وفرقهم كده جنب بعض. وبعد كده هعمل كمان واحده. ودي واحده كمان اهيت عملتها برضك نفس الكلام، فردت واحده جلاش ودهنتها فوق منها التانية. تمام. وبدهنها اهيت. سويها كده عشان انا معرفش الجلاش عندي بيتقطع يعني الجلاش اللي انا بجيبه ده بيتقطع ليه كده، انا مش عارفه. بس ودهنتها زي ما انتوا شايفين بردك، هاخد معلقتين من الخليط زي ما انتوا شايفين كده بردك، وهقفلها من الجناب اهيت زي السندوتش اهيت. كده. اهي. وهاخدها رخرة احطها في الصينية. نشوف بقى بعدها كده، بعد ما اخلص الصينية خالص نشوف هنعمل ايه مع بعض. بقى الوش بتاعها كده انا عملتها زي السندوتشات كده. كان في الحتة دي كانت فاضية، عملت سندوتش صغير فيها. واجي جاية هنا. عارفين انا هعمل ايه دلوقتي؟
انا هفضي في قلب الطبق كله على بعض. نزلت هنا بردك ببضايه، نص كوبايه لبن، رشه ملح، رشه فلفل، وعلى نفس السمنه اللي كانت في الطبق. وهاجي جايبه الفرشه وعامله نفس اللي انا عملته في الصينيه الاولانيه، ازقي بيها كده الجلاش اهوت زي ما انتم شايفين. اخلصها بقى كلها وادخلها الفرن ونشوف التانية نطلعها. اهي التانية طلعتها اهيت، تمام، وشها احمر وبقت زي الفل اهيت. ودخلت التانية ونشوفهم بقى كلهم عند التقديم. اهي الصينيه بعد ما خرجتها من الفرن تهدى بقى هقطعها ان شاء الله ونعرضهم الاتنين مع بعض. اهو يا حبيبي بعد ما طلعته وقطعته، الصينيه التانية اهي قطعتها هي كمان، تمام. وقطعت اللي هي ديت اهي اللي هي بالجبنه، والتانية برضك عاملاها باللانشون والجبنه. ومسكتها قطعتهم الاتنين اهم في طبق، ده في طبق ودي في طبق، وان شاء الله تعجبكم باذن الرحمن. اعملوها زي ما هي وحشوه خفيفه او فطار خفيف، تمام. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وهتلاقوا ان شاء الله رابط التيك توك تحت الفيديو، ماشي. ولو في اي اكله حابين اعملها لكم ابعتولي على انستا، ان شاء الله اعملها لكم باذن الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في رعايه الله. جال 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 نيجي ناخد اللقطة، احنا سر الخلطة، مش هقول عالظبطة، يصلح احنا اكبر خبطة، جايين نجيبها في شنطة، مش هتمشي بواسطة، احنا نعمل عظمة وانت تركب